شاء الله هجيب اول يوم رمضان. ماشي، فحبيت اشارككم معايا اليوم، وفي نفس الوقت ايه تكسبوا خبرات. ماشي، هنا انا قطعت البصل بتاع المحشي وهقطع عليه ايه، قرن فلفل حلو كده اهو، احمر اخضر اصفر، هو كله هيتاكل. ماشي، هنقطع قرن فلفل، نعمل بقى اكل النهارده ولا يا ولد. ماشي. طبعا كل سنه وانتم طيبين، النهارده اول يوم رمضان، يعني لازم نبوظ الميزانيه ونعمل ايه محشي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. امبارح بقى كان اول يوم، كلتوا بقى بط بقى ومحشي بقى وبالهنا والشفا بقى على قلوبكم وعلى قلوبنا وعلى قلوب الناس جميعا. عاملين ايه؟ والله لكم وحشة، من امتى بقالي كتير منزلتش فيديوهات، بس انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وقبل ما تطمنوني عليكم عرفوني انتوا متابعين مسلسلات ايه في رمضان، عشان انا مش عارف اتابع حاجة بصراحة عشان ما عنديش وقت. يلا بينا نخش بقى على الفيديو، عشان خاطر احنا حاسس ان احنا هنلت كتير مع بعضين. انا هنا جبت ايه، بصلتين حلوين كده، قطعتهم وقطعت معاهم قرن فلفل حراق، مش حراق، رومي، اخضر، اصفر، اللون اللي يعجبكم حطوه. تمام. هنتبلهم بايه؟ ممكن هنحط عليهم ايه، مادة دهنية، ممكن زيت، ممكن سمنة، ممكن سمنة وزيت، ممكن سمنة وزبدة، ممكن زيت وزبدة، زي ما انا ما عملت. انا عملت زيت وزبدة. تمام. هنشوح البصل، هنحط مع التشويحة ايه، هنحط ورقتين ورق غار، واحدة حبهان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واحدة حبهان، ومعلقة ملح صغيرة، وربع ونص معلقة ملح، نص معلقة سكر صغيرة. السكر كده هيخلي لكم البصلاية مكرملة ولها طعم كده في قلب المحشي. تمام. واول ما البصل تاخد لون هننزل عليها بعصير طماطم مضروب في الخلاط، او اما سلقين الطماطم الاول. هنسلقها ازاي؟ بنغسلها ونقطعها اتنين، مثلا عندنا كيلو نحط عليه نص كوباية مية، وهنبتدي ان احنا نسلقه سلقة بسيطة كده بس لغاية ما القشرة بتاعت الطماطم تطلع بره. بتديله يعني، بعد كده بنسيبه يبرد، بعد كده بنضربه في الخلاط ونحطه على اللهم صل على النبي، بنحطه على يعني على البصلة. بتديله لون جميل كده وقوام حلو، يعني تحسوا ان الصلصة قليلها بيفرق قوي، يعني فهمتوا. هنسيب بقى بعد كده، هنسيب التتبيلة خالص من غير ما هنسيب الصلصة تتسبك خالص. مش هنحط عليها اي اضافات، مثلا توابل، مش هنحط توابل دلوقتي خالص، عشان احنا لما بنحط التوابل في الاول بنرجع نلاقي ان ريحة التوابل وطعم التوابل راح. تمام. فبنرجع نحط تاني، فده خسارة. معلش، كيلو الحبهان ب1300 جنيه. تمام. هنبدأ بقى ان احنا دلوقتي ايه، جبت شوية فلفل اسود، هبدأ ان انا اوريكم احنا بنحمصها ازاي. احنا جبنا شوية فلفل اسود، ولعنا على النار وعلى طاسة كده بنحمصها. عندكم مايكرويف اللي هو بيسخن ده، ادوله ايه 30 ثانية ولا 40 ثانية. ماشي. نزلت بالتوابل بتاعتي، وايه هي التوابل بتاعتي؟ ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، سبع بهارات بس. بودرة ماجي لو عندي، ما عنديش ما بحطهاش، بس انا بصراحة كان عندي فحطيت بودرة ماجي. يعني حطيت كيلو طبق رز. تمام. وسبته يتقلب كويس كده، قلبته كويس كده وحطيته على النار، وعلى نار هاديه كده، كأني ايه بشرب رز. ده انا عشان بحب الرز بتاع المحشي يكون معجن، ما بحبوش مفلفل. انتوا عايزينه مفلفل هتعملوا ايه؟ هتقطعوا الخضره وتقطعوا الرز وتقلبوهم على بعض. تمام. وتجوا حاطين عليهم الصلصه، مش تحطوا الصلصه على، يعني فهمتوا ازاي، ما تحطوش الرز على الصلصه. تمام. هنيجي بقى هنا البطايه بتاعتنا بتتسلق ازاي، او اي طيور عامه او اي حاجه بنسلقها. بنجيب الاول ما هي بتغلي ورقتين لورا، ونيجي حاطين فيهم البطايه او الطير. تمام. او اللحمه. هتبدا تطلع ريم لونه غامق كده، ده الدم اللي هو كان محبوس في قلب البطايه، او الريم، او البكتيريا اللي اتضرر، اللي هي ماتت ايا كان. تمام. اول ما هنبدا نشيل الريم الغامق ده، هيبدا يطلع لنا ريم لونه فاتح كده، ده الريم ده اللي هو الريم اللي هو الدهون، يعني فهمتوا ازاي. اللهم صل على النبي. بقول لكم تمام تمام كده. تمام. هنبتدي بقى نحط بقى ايه، كل حاجه عندنا في البيت عايزين نحطها. انا حطيت بصل، ورق لورا، كزبره، فلفل اسود، حبهان، كل ده حب على فكره عشان ما يغيرليش لون الصلصه. تمام. حطيت معلقه صلصه عشان خاطر ايه، يبقى لون الشوربه كده حلو. وكمان الصلصه بتساعد، وحطيت جزر
جزرة اي ما تكونوا بتسموه ايه، وحبهان اهو. الصلصة والليمون مش هيخلوا، اولا مش هيخلوا له اي ريحة ولا طعم ولا اي حاجة فيها زفارة. تاني حاجة وهي الاهم، الحلة ألمونيا، وانا مش عايز الحلة اتعلم فيها البتاع ده، مش عايز الحلة يعلم فيها الشوربة، او اللي هو مكان ما المية بتغلي وبتاع بتلاقي الألمونيا بتعلم. عصرة الليمونة او شوية الصلصة دول مش هيخليها لكم تعلموا، هتلاقيها زي الفل تمام. هنسيب بقى البطاية تتسلق بتاعتنا، البطاية مش هنحط عليها ملح تمام. هنا بقى بعد ما الرز اتشرب معانا وشرب كمية الصلصة، ورحت مقطع عليه بصلاية. ماشي، قطعت عليه بصلاية، البصلاية دي بتبقى لها طعم كده مميز قوي. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهم حاجه كده اول يوم رمضان نصحى بدري، نظبط حالنا بدري عشان نبقى رايقين تمام. هنبتدي بقى ايه، نقور الكوسه او البتنجان او الفلفل او المحشي او ايا كان اللي عندنا. هو التقوير سهل، بس اهم حاجه تبقى ايدينا خفيفه، يعني حتى لو يعني فهمتوا ازاي ايدينا خفيفه كده عليها بتكون حلوه. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايوه. ونيجي ايه، قبل ما نقورها بنيجي مكحتينها كده، عشان خاطر لو فيها اي زلطايه، اي حبايه رمله، اي حاجه تطلع، يعني ان الكوسه بتتزرع في الرمله وهي اصلا حساسه، فبتلاقي ساعات فيها كده ايه سنه رمله بتاع. وحتى لما نيجي نغسلها بندوس عليها شويه في الغسيل. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قولوا لي في الكومنتات عملتوا ايه اكل اول يوم، او رحتوا كلتوا عند مين اول يوم. ماشي. هستنى كومنتاتكم وتعليقاتكم اللي ما بتجيش. هنبتدي بقى نقور براحتنا خالص، واحده واحده براحتنا جدا. عايز اقول لكم على معلومه كده، نحاول على قد ما نقدر نخلي التوابل بتاعتنا صابح بصابح كده، صابح رابح كده، بيبقى لها ريحه وطعم مميز. ماشي. الرز بعد ما كده رحت مقطع عليه شبت وبقدونس وكزبره، ورحت مقلبه وحطيت عليه كميه من التوابل تاني، مثلا ربع معلقه وربع معلقه وربع معلقه، وتلات اربع فصوص توم كده، بيدوله تيست وطعم فوق الخيال. ماشي. طبعا باين على شكل التسبيكة ان هي حمرا وجميلة، يعني مش مستاهلة. ماشي. هنبتدي بقى ان احنا ايه نحشي الحاجات بتاعتنا. احنا بنحشي تلات ارباع ونسيب الربع. ماشي. وما نكبسش الرز، بنحشي تلات ارباع ونسيب الربع. اهو. ما شاء الله. الكوسة اللي احنا كنا بنقورها، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. هنحشي الكوسة وهنحشي البتنجان وهنحشي كل حاجة بنفس الخلطة. انا ما عنديش حاجة اسمها الورق عنب بياخد ايه، بس ممكن الورق عنب الحاجة الوحيدة اللي ازود له ايه على الوش كده قبل ما يدخل في السوا، اجي عصر له عصرة ليمونة. الكرنب باجي مديله معلقة صلصة. الخضار ده باجي مديله شوية خضرة. ده كرنب انا كنت مفرزنه، حطه يعني عامله وحطه في الفريزر. بس انا بحب اكفنه بالتكفينة دي عشان خاطر ولا يطلع لي ريحة وطعم يعني هو ما يلقطش من ريحة حاجة في الفريزر او في المبرد، وهو ما يديش لي ريحة لحاجة. فهمتوا؟ يعني تفضل كل حاجة بريحتها بنكهتها بطعمتها. ماشي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عايز اقول لكم ان التفريزات دي حلوه جدا، بتسهل قوي في المطبخ والله. شايفين بقى، نطلع الورقه اوبا على طول نحشي على طول. شكرا شكرا سلام عليكم. مفيش اسهل من كده. بصوا انا من الناس اللي بحب اعمل حساب ان الرز بيزيد، فانا سايب يعني حاشر نص وسايب نص حاشر نص الصباع وسايب نص الصباع. اوبا النص والنص، نص ونص. لف الكرنب او لف الورق عنب او لف المحشي عامه سهل مش صعب. انا كنت عايز اعمل محشي بصل، بس للاسف نسيت اعمله، او لا الرز ما كفاش. هنيجي بقى عند البطايه. انا ربنا كرمني وجبت بطايتين تمام. سلقت منهم واحده وهحمرها. حبيت بقى ان انا اعمل ايه، انا ربنا كرمني وجبت بطايتين زي ما قلت لكم. هسلق واحده واحمرها عادي جدا، مفيش اي افتكاسه فيها. ولكن بقى هنا الافتكاسه بقى، انا جبت بطايه كده قلت لا انا هظبطها اكمننا في اول من رمضان،
لازم كده اخلي الدنيا ايه تبقى جميله كده وسهله. ودي ممكن تكون اول مره تشوفوها اصلا على النت، بطايه تدخل الفرن بالتتبيله دي بالشكل اللي انا هدخلها فيه. تمام. هبتدي ان انا اكسر عظم البطه، كسر عظمها. ماشي، مش هنخلي فيها عظم خالص. كده احنا كسرنا العظم عشان العظم ما ياخدش يعني ما تاخدش سوا في الفرن. هي ما شاء الله كده كده عشان كانت صغيره مش هتاخد، ما خدتش سوا خالص. تمام. هبتدي اعمل لها خلطه كده جميله قوي. آه وبدائيه جدا وسهله جدا وسريعه جدا. بصله، حبايه طماطم، قرن فلفل، شويه خضره، ملح وفلفل كمون، كزبره، نص جزرايه، نص ليمونه. وهنيجي ضاربينهم ضربه بسيطه كده في الخلاط او في الهاند بلندر او في الكبه. وهنيجي دهنين بيه اي طير او اي لحمه او اي حاجه وندخلها الفرن، بيطلع اجمل حاجه واحلى طعم. وجربوها وعلى ضمانتي الخلطه دي هتعجبكم جدا. تمام. او التتبيله دي هتعجبكم جدا جدا. تمام. هبتدي بقى ان انا اتبل البطه خالص كده وادهنها من جوه ومن بره، والفتحات اللي احنا عملناها دي هدخل فيها كل التتبيله الخطيره دي. جبت طاجن عشان هحط الورق عنب ده. هنا جبت خضار كده حطيته، جزر وبصل وبطاطس وطماطم وفصين توم تقريبا، او ما حطيتش توم مش فاكر. وهنبتدي ان انا ارص عليهم الورق عنب بتاعي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا عشان عايزين نعمل طاجن ويكون سخن واحنا شغالين بيه، بنجيبه نغلي فيه شويه ميه. تمام. يعني ايه؟ يعني ممكن نحط فيه ميه بتغلي كده ونيجي حاطينه على البوتاجاز 5 دقايق او 4 5 دقايق كده، هيبتدي يغلي معانا البتاع ده، يبقى كده سخن. تمام. هبتدي انزل 3 4 معالق كده من التتبيله الورق عنب البطه. وهبتدي ادخل برضو، هحط لها ايه مغرفتين شوربه او مغرفتين ميه، 3 مغارف ميه على حسب الكميه. انا كنت جايب ربع كيلو ورق عنب، حشيت من جوه البطايه كام ورقه كده، وحطيت الباقي من تحت البطايه. وابتديت ان انا غلفت البطايه بتاعتي كويس جدا بالتتبيله، وحطيت عليها معلقه زيت ومعلقه زبده. الزبده عملت شغل جميل قوي 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 بجد. يعني الزبده كانت جميلة، وهي أصلا زبدة بلدي بلدي بضمير، فكانت تحفة. هبتدي إن أنا أغلف الموضوع ده كله استريتش ده، لأ ده ورق فويل. هغلفه كويس جدا وهدخله في الفرن. أنا حطيتها تقريبا 4 ساعات. بس قبل ما أدخلها الفرن اديتها مثلا قولوا دقيقتين بالظبط على البوتاجاز، نار هادية كده، عشان خاطر الورق عنب يسخن والبطاية تسخن، والطاجن لو كان برد معانا يسخن تاني، عشان ما تاخدش وقت طويل اوي في الفرن والورق عنب يعجن او يفك مننا. تمام. انا بس سبتها كده دقيقتين بس كده الحاجة تسخن كده بس. تمام. ودخلتها الفرن، قعدت معايا 4 ساعات. فرن كان هادي خالص، فضلت معايا 4 ساعات. طلعت ما شاء الله اللهم بارك عليها. كانت البطاية جميلة، وكان طعم المحشي جميل اللي كان جواها واللي كان يعني تحتيها. بجد كانت أكلة محتاجة كل متابع أمر. ماشي. يلا نكمل بقى. هندخلها دي الفرن كده بقى، أو هنحطها شوية على البوتاجاز بقى هندخلها الفرن. يلا نكمل الدنيا بتاعتنا. هنا بقى بعد ما حشيت البتنجان والفلفل والكوسة، جبت الشوربة صفيتها وحطيت عليها شوية مرقة دجاج، و آه زودتها ملح طبعا، وهزود بيها المحشي. تمام. وهبتدي اولع على المحشي بتاعنا على الساعة 4 كده مثلا، عشان خاطر 5:30 المحشي يخلص. و 6 أو 5:30، 5 يبدأ يخلص، 6 نبدأ إن احنا نعمله. جيت هنا عند الكرنب حطيت عليه شوية شوربة. تمام. شوية معلقتين صلصة، وحطيت عليه شوربة. هنيجي بقى نعمل لسان عصفور، وهنا الاختراع الجديد بتاعي. اللسان العصفور بتاعي معانا دايما على طول، يعني بعد ما نحط له الشوربة ونعمل منه، بتلاقيه بيشرب الشوربة كلها مهما كمية الشوربة اللي حطيناها بيشربها. هنحمره. حمرنا معلقة سمنة، بمعلقة زيت، بمعلقة زبدة. انا حطيت زيت وزبدة، كان ليه طعم مميز جدا. الزبدة ما شاء الله اللهم بارك عليها، زبدة بلدي جاموسي جميلة جدا، حلوة قوي قوي. فكان ليها طعم القليل منها كان بيدي طعم مميز وتست عالي قوي قوي يعني. بعد ما حمرنا لسان عصفور، هبتدي اعمله معاملة الرز. تمام. هنعمله معاملة الرز. خد الشوربة بتاعته زيه زي الرز بالظبط، اللي هو تغطيه ورحنا موطيين عليه.
ومغطيينه. تمام. هبتدي اعمله معاملة الرز خالص. هنا بقى نيجي للملوخية بتاعتي. ملوخية يا خية. هنا قصدك يعني؟ اللي بقى الملوخية دي تنكيس، ما كانش مخروطة. شايفين الريم ده كله بيتشال وملكوش دعوة، عادي بتغلي جدا عادي. الملوخية بتغلي عادي جدا، محدش يقول لكم بتسقط والكلام ده. التركاية بتاعتي بقى النهاردة عودين كزبرة كده نخرطها ونيجي حاطينهم على الملوخية. طعم وريحة وتسييحة وريحة توفير. اقسم خلي حياتك كده تنور. مش مهم. هنبتدي بقى نزود الاكل بتاعنا بقى. كان جميل جدا جدا جدا، اللهم بارك ما شاء الله. ما قلت كملتلكوش موضوع ما شاء الله. شايفين بقى البطايه الورق عنب كان شكلها عامل ازاي، اللهم بارك. بجد الاكل كان ناقصكم يا ولاد.